السلام عليكم. أهلا بكم. كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة جميلة جدا، وصفة من وصفات نواعم العيد، وهي الغريبة. هنعملها إن شاء الله كما يجب، بمقادير مظبوطة 100% ولا غلطة. طريقة الغريبة الدايبة هعرفها لكم في الفيديو إن شاء الله. كل التكات وأسرار الغريبة هتعرفيها بالفيديو ده، وهتطلع معاكي روعة بإذن الله من أول مرة. إن شاء الله يا بنات سهلة جدا. شايفين؟ ما خدتش لون خالص، وده من سر نجاح الغريبة. تبقى متماسكة وناعمة في نفس الوقت، وما تكونش واخدة لون خالص، ولا من تحت ولا من فوق، زي ما انتوا شايفين كده. هعرفك ازاي تطلعيها بالطريقة دي. انت ممكن تشكليها اي شكل تاني غير ده، ممكن تزينيها بطريقة تانية غير دي بتاعتك انت. هتطلع معاكي احسن من الغريبة اللي بتتباع في اشهر المحلات، اوعدك بذلك. اهم حاجة نمشي يا حبايبي على الخطوات. شايفين جمالها؟ بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم. عشان ما اطولش عليكم هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا هنا يا حبايبي في المقادير هنعمل كوبايه سمنه واحده، دي سمنه بلدي او سمنه بلدي مخلوط، او اي سمنه انت حاسه ان هي ريحتها وطعمها حلو. بس انا عايزه اقول لكم ان السمنه البلدي بتفرق في الطعم. معانا هنا كمان في المقادير كوبايتين دقيق بما يعادل 250 جرام، كيس فانيليا، رشة ملح خفيفة جدا، نص كوب سكر بودر منخول، وسوداني مقشر أو لوز مقشر أو زبيب أو أي حاجة هتزيني بيها الغريب. هنبدأ يا حبايبي هنحط هنا السكر والسمنة على بعض، نقلبهم بإيدينا أو بمعلقة أو بالمضرب الكهربائي. سهل جدا. لو ما عندكيش مضرب كهرباء عادي اعمليه ادعكيها بإيدك، هتطلع جميلة جدا إن شاء الله. السمنة تكون بحرارة المطبخ، ما تخرجيش حاجة من التلاجة وتعمليها، وخاصة في نواعم العيد. قلبيها بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده، او بايديكي ادعكيها كده حلوة قوي بايديكي لغاية ما يوصل القوام بتاعها شبه القشطة. السمنة الصفرة دي او الزبدة دي لونها هيفتح، لونها هيبقى فاتح عن كده. اهم حاجة يا بنات الخطوة دي، بكلم حبايب البنات الجداد اللي لسه بيتعلموا. اقعدي بقى قلبي بالمعلقة او بايديكي، او انا استخدمت المضرب. طبعا الكمية دي بتفرق، يعني مثلا خفق الزبدة بالسكر بيفرق بالكمية. انا عاملة كمية قليلة، يعني هنا خدت معايا بالظبط 5 دقايق، ممكن يطول معاكي شوية لو انت مكترة الكمية. المهم ناخد اللون الفاتح ده. دي من اول تكات اسرار الغريبة، الخفق الجيد، السكر مع السمنة. زي ما انتوا شايفين كده لونها بقى فاتح وكريمي خالص. هنضيف بقى دلوقتي الدقيق واحدة واحدة كده، مش هنستخدم خلاص المضرب. احنا كده بنتوه الدقيق في الخليط، مش بنعجن، لغاية ما تتكون معانا عجينة صالحة انك ممكن لو مسكتي كورة كده تكوريها ما تلزقش في ايدك. لو لقيتيها بتلزق بعد ما ضفتي الدقيق كله، ضيفي معلقة معلقة. ممكن يستخدم معاكي 3 معالق دقيق كمان، ده بيبقى اختلاف في نوعية الدقيق. انا هنا ما ضفتش اي حاجة، المقادير اللي انا قلت لكم عليها هي دي طلعت بالظبط. بعدين هناخد الخليط ده هنحطه في التلاجة. انا شلته في التلاجة، غطيته بكيس بلاستيك وشلته ربع ساعة بالظبط. بس طبعا انا مختبراها قبل ما تدخل التلاجة، كانت متماسكة ومش بتلزق. لما دخلتها التلاجة تماسكت اكتر، وده سر تاني من اسرار عمل الغريبة. ابدأي بقى شكليها كور زي الليمونة الصغيرة او زي البندقية الكبيرة، وابدأي حطي فيها التزيين بتاعها بالراحة، ما تضغطيش عليها، انت بس ثبتي الحاجة اللي هتحطيها من فوق. اذا كانت لوز مقشر، بندق، سوداني، اي حاجة هتزيني بيها ما تضغطيش عليها.
وابدأي شكليها بالشكل اللي انت عايزاه، ودخليها فرن. السر التاني بقى، فرن هادي، تكون درجة حرارة هادية يا بنات. وأول ما يخرج من الفرن ما تحركهاش، احنا بنشغل الفرن من تحت بس، ما بنشغلش الشواية. تمام كده يا بنات؟ وابدأي بقى لما يبرد خالص رصيها وقدميها، وبألف هنا وشفا، هينبهروا من النتيجة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، ولو عجبكم فضلا شير ولايك وكومنت، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس على الكل. في حفظ الله يا حبايبي، السلام عليكم.